بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض في سلسلة كاب كات في الخمسينة. النهاردة هنشرح مع بعض التايم لاين زي ما وضحنا قبل كده، اللي هي الجزئية اللي تحت ديت اللي احنا بنسحب فيها كل الماتيريالز اللي هنشتغل فيها في المشروع بتاعنا ونبتدي نعمل الإيديت ليها. تعالوا نسحب مع بعض الفيديو ده. لو جينا نشوف كده هو ليه سموه تايم لاين اللي هو الخط الزمني اللي هو بيوضح لك كل ثانية في الفيديو بتاعك انت عايز يحصل فيها ايه بالظبط. لو بصينا فوق هنا في التايم لاين هتلاقيه بيقسم لك بالثواني، هتلاقيه هنا 0، هنا دي ثانيتين، هنا كده 4 ثواني، 6 ثواني بالمنظر ده. لو احنا ابتدينا نعمل زوم كده في التايم لاين بتاعنا هتلاقيه ابتدى يوضح لك الثواني اكتر. هنا اهو 0، 1، 2، مقسمها لك ايه بالثواني. طب لو عملنا زوم اكتر هتلاقي الثانية الواحدة متقسمة بعدد الفريمات اللي انت كنت مختارها في البداية، زي ما احنا قلنا قبل كده في اعدادات البرنامج ان انت بتظبط البرنامج بتاعك 30 فريم بير سكند ولا 25 فريم بير سكند، ولا انت مصور اصلا الفيديو بتاعك كام فريم بير سكند. هي دي عبارة عن عدد الفريمات الموجودة في الثانية اللي متصور بيها الفيديو بتاعك. فاحنا هنا مثلا البرنامج هنا مظبوط على 30 فريم بير سكند، فاحنا لو عملنا هنا زوم كمان اهو، يعني كل ما بنعمل زوم كل ما بيجيب لنا التفاصيل اكتر. انتوا لو خدتوا بالكم ان الثانية اخرها هنا اهي متقسمة، هنا 5 فريمات، 10 فريمات، 15، 20، 25، 30، يعني الثانية فعلا 30 هنا فريم بير سكند. وبرده لو عملنا برده زوم اكتر، كل ما بتعمل زوم كل ما بيبين لك التفاصيل اكتر لحد ما يجيبها لك فريم اللي هو زي ما انتوا شايفين كده بيعديها فريم. طبعا احنا هنعمل زوم اوت علشان نشوف الفيديو كله على بعضه. زي ما أنا قُلت قبل كده أنا باعمل الزوم ضابطاه في الshort cuts بتاعتي، عاملاه alt وscroll. كل واحد طبعًا بيضبطه بالحاجة المريحة بالنسبة له، اللي عايز يعملها control وscroll، اللي عايز يعملها alt وscroll، كل واحد يضبطها بالطريقة اللي هو عايزها. أنا هنا عاملاها alt وscroll. تمام كده. نبتدي بقى نبُص على حاجة معانا هنا في الtimeline عشان بإذن الله ما نسيبش ولا نقطة ما نشرحهاش فيه. تعالوا نبتدي هنا من البداية خالص. هتلاقي هنا السهم دهوّة لو تكينا عليه هيجيب لك الاختيارات اللي فيه اللي هي الselect ديّة اللي هي بنعرف نختار بيها الفيديو بتاعنا، اللي هو السهم العادي خالص اللي إحنا بنختار بيه الفيديو بتاعنا ونبتدي نشتغل بيه عادي. أنا هنا عاملة برضه الshort cut بتاعه V، برضه زي ما قُلت لكم أنتم بتضبطوا الshort cuts على على حسب الحاجة اللي بتريحكم. هنا بالنسبة لي select عاملاها حرف الV، فهنا مثلًا أنا عايزة أشتغل عادي باخلّيني عادي بالselect بالسهم اللي هو بتاع الselect وباشتغل بيه عادي. تاني حاجة عندنا اللي هي الsplit اللي أنا عاملة اختصارها حرف الB. الsplit دوّة لو اخترناه هتلاقيه اللي هو بيقطّع لنا الفيديو بتاعنا. ممكن كل ما نلاقي مثلًا حاجة إحنا عايزين نقطع فيها، مثلًا نقطع الجزئية دي مثلًا مش عايزينها وبعدين ندوس على حرف الV اللي هو الselect، نرجع للselect تاني ونمسحها. لو رجعنا تاني بحرف الB اللي هو الsplit، نرجع تاني للتقطيع، نقطع مثلًا الجزئية ديّة، نبتدي ندوس على حرف الV ونشيل الجزئية اللي إحنا مش عايزينها مثلًا بالdelete، حاجة زي كده. أنا هارجّع هنا الفيديو زي الأول. تعالوا نشوف النقطة اللي بعدها، ديّة اللي هي select leftward وselect rightward. هنا الاختصارات بتاعتها اللي هي معمولة brackets، برضه أنا مش فاكرة الshort cuts الأصلية بتاعة البرنامج كانت عاملة إزاي، لإن أنا معدّلة على كذا حاجة فيها، بس أنا عاملاها بالمنظر ده. زي ما أنتم شُفتوا إحنا لو دوسنا عليه شكله سهمين باصين ناحية الشمال، فأنا اخترت لها اللي هو الbracket اللي هو مدّي نفس الشكل كإنه سهمين ناحية الشمال برضه. ده عبارة عن والّا لازمته؟ تعالوا نرجع للselect mode تاني كده ونختار معانا أي فيديو تاني، مثلًا أي حاجة معانا حاجة زي كده. تعالوا نضيف أي حاجة معانا، طبعًا كل الحاجات دي هنشرحها بعد كده، بس أنا يعني باورّيكم بس الفكرة، ولنفرض حاجة زي كده. تعالوا بقى نشوف اللي هو الselect leftward والselect rightward دول عبارة عن إيه. تعالوا نختار أول واحدة اللي هي select leftward، دوّة بيختار لك كل حاجة شمال المنطقة اللي أنت واقف فيها. يعني أنا مثلًا واقفة هنا ودوست كده هيختار لك كل الحاجات اللي موجود في الشمال عندي. يعني أنا دوست هنا هتلاقيه اختار لي كل الحاجة اللي موجودة على شمال المكان اللي أنا واقفة فيه هنا، اختارها لي. فنعمل مثلًا بحرف الV اللي هو الselect تاني علشان مثلًا نحركهم كلهم مثلًا نوديهم حتة تانية. تمام. طيب لو عملنا مثلًا وقفنا بنفس تعالوا نختارها تاني اللي هو الleftward من الbracket زي ما قُلت، ووقفت مثلًا هنا، شُفتوا لمّا ندوس عليه هيختار لي الجزئية اللي هو كل الحاجات الموجودة شمال الselect اللي أنا عاملاه، إنما اليمين ما اختارش منه أي حاجة. طب تعالوا نجيب بقى العكس اللي هو الrightward،
بيختار لك كل حاجة يمين المكان اللي أنا عملت فيه select زي ما انتم شايفين كده، يعني لو وقفت هنا وعملت right word هيختار لي كل الحاجات اللي على اليمين هنا وهيسيب لي الحاجات اللي وراه. دي بتساعدك لو انت مثلا المشروع بتاعك كبير وعايز تختار مثلا حاجات معينة، كل الحاجات اللي على اليمين دي عايز تاخدها تعمل فيها حاجة معينة، تقوم مختار اللي هو select right word، بتقف في المنطقة اللي انت عايز تختار فيها بالسهم كده عادي وتدوس هيجيب لك كل الحاجات اللي على يمينها. هي دي فكرتها. كده خلصنا أول قايمة معانا، نبتدي ندخل على اللي بعدها، نرجع للselect mode بتاعنا اللي هو بحرف V. تاني حاجة موجودة معانا اللي هي الأندو اللي هي طبعا كنترول زد، اللي هي لو انت غلطت في أي حاجة وعايز ترجع في الشغل بتاعك، يعني أنا مثلا خدت ديت وحطيتها في مكان غلط وعايز أرجع للمكان اللي فات، بعمل كنترول زد أو بعمل أندو. تمام، فهي أندو ديت اللي هي بترجع للخطوة اللي قبلها اللي انت عايز ترجع لها لو انت مثلا عملت أي حاجة غلط. طبعا دي عكسها اللي هي الريست اللي هي الريدو، برضو ديت لو دوسنا عليها هتلاقيه رجع لك الحاجات اللي انت كنت عملت لها اندو. يعني احنا مثلا خدنا ديت غلطنا مثلا في حاجة وديناها هنا، رحنا عملنا اندو وبعدين قلنا لا ده احنا عايزين نرجعها تاني زي ما كانت، نقوم عاملين الريست ديت فترجعها زي ما كانت. فهي الزرارين دول اللي هو الاندو والريدو او الريست الاتنين عكس بعض، اللي هو لو اتلخبطت في حاجة وعايز ترجع فيها تاني. طبعا دي معروفة أكيد في كل البرامج، يعني متعودين عليها. تعالوا نشوف هنا اللي بعدها. طبعا هنا الاختيارات هنا بتلاقي حاجات مطفية لو احنا مش مختارين اللاير اللي احنا واقفين فيها، بس هنا لما نقف على اللاير بيبتدي يظهر لنا بقية الاختيارات. تعالوا نشوف الاختيار اللي بعده اللي هو السبليت انا عامله له برضو الشورت كات بتاعه حرف سي اللي هو يعني على اساس ان هو كات، اللي هو لما اجي اقطع في الفيديوهات بقطع على طول بحرف السي. يعني انا مثلا لو واقفة هنا جيت ادوس على السبليت دوت هيقص لي الفيديو بتاعي مكان ما انا كنت واقفة ودوست سبليت اللي هي العلامة اللي فوق دي برضو زي ما انا قلت لكم انا عاملاها بحرف السي اللي هو من الكيبورد، لو دوست سي بيقطع لي على طول. دي انا على طول بستخدمها معايا في التقطيع. طيب ايه الفرق بينها وبين السبليت اللي هي عملناها بحرف البي اللي هو بيختار كده ويقطع؟ ايه الفرق بينها؟ السبليت اللي هي اللي احنا عاملين اختصارها حرف البي ديت بتلاقيه حتى لو انت مثلا مش مختار الفيديو عندك هو مظهر لك ان انت ممكن تقطع في المكان اللي انت عايزه، تبتدي تقطع زي ما انت عايز في الاماكن اللي انت عايز تقطع فيها عادي، وبيخليه على الوضعية بتاعة السبليت ديت اللي هو يعني ما ينفعش تختار بعدها، لا كل ما تيجي تقف على حاجة هيقطعها لك لحد ما تختار اللي هو حرف الفي او اللي هو السلكت مود علشان يرجع لك الحاجة ان انت تعرف تختار اللي انت عايز تعمله. انما هنا اللي هي السبليت اللي هي اللي هنا دي اللي انا عاملاها اختصارها حرف السي، دي بنبتدي نقطع واحنا عادي في السلكت مود، يعني السهم بتاعنا طبيعي عادي نعرف نختار بيه ونشد بيه ونعمل بيه اللي احنا عايزينه، مجرد بس ما بنقف كده ندوس حرف السي وندوس فوق هنا. طبعا الشورت كاتس بتسهل علينا كتير، بتلاقيه قطع معانا وانت لسه على وضعية السلكت مود وتقدر تسحب وتشد براحتك. تعالوا نشوف اللي بعدها هنا اللي هو delete left وديليت رايت، الاتنين دول على عكس بعض. دول برضو انا عامله الاختصارات بتاعتهم هي ممكن كانت كده اصلا في البدايه اللي هي ديليت ليفت بندوس كيو وديليت رايت بندوس دبليو. فانا يعني لما باجي اقطع انا بالنسبه لي الاخطاء بتلاقيني ماشيه على طول. مثلا انا الجزئيه البدايه مثلا كنت فيها جزئيه مثلا ساكته فيها ومش محتاجاها، وانا واقفه هنا بدوس على الكيو يمسح لي الجزئيه اللي في البدايه دي على طول اوتوماتيك من غير ما نعمل كات وديليت ولا نعمل اي حاجه. تعالوا نعمل اندو كده ولنفرض برضو ان انا مثلا واقفه هنا عايزه اشيل الجزئيه اللي في النهايه كده، برضو من غير ما اعمل كات ومن غير ما اعمل اي حاجه ادوس على الدبليو يلغي لي الحته في اليمين عندي الزياده اللي انا مش محتاجاها. فدي بتسهل لي جدا في التقطيع. يعني ممكن مثلا انا عندي مثلا اي حاجه في النص عايزه اعملها تلاقيني ابتديت وقفت هنا بالسي اقطع، اجي هنا مثلا اقف وادوس على الكيو يمسح لي مثلا الحته الفاضيه اللي في النص، وهكذا. هنا مثلا عندي جزئيه فاضيه مثلا عايزه اقطعها او جزئيه غلط عايزه اقطعها بدوس على السي اللي هي الكت، واجي مثلا هنا بدوس على الكيو ويشيل الحته اللي قبلها اللي انا مش محتاجاها، وهكذا. فهو انا بالنسبه لي التقطيع اسهل حاجه بالنسبه لي. الثلاث زراير اللي على طول بستخدمهم اللي هي السي والكيو والدبليو. السي اللي هي بتقطع الفيديو، والكيو اللي هي بتمسح الشمال، والدبليو اللي هي بتمسح اليمين. طبعا دي تبع الشورت كاتس اللي انا عاملاها، كل واحد برضو بيعمل الحاجه اللي اسهل له اللي هو متعود عليها. بس نخلي بالنا يا جماعه ان انا ما نجيش مثلا هنا اكون واقفه واعمل السي اللي هي الكت وادوس على الكيو اللي هو عشان يمسح لي الجزئيه اللي على اليمين، هيجي هنا هيقول لك
وهو مش عارف يمسح أي حاجة في الوضعية اللي هو واقف عليها دي، ليه؟ لإن أنت already قاطع، فهو مش بيمسح لك اللي قبلها أنت كده عايز تمسحها هتدوس عليها وتدوس delete عادي، إنما الQ والW دول بيشتغلوا من غير ما تقطّع، يعني أنت هنا واقف من غير ما تقطع تبتدي تدوس على الQ هيمسح لك اللي قبلها، واقف هنا من غير ما تقطع تدوس على الW ويمسح لك اللي بعدها، وهكذا. دول طبعًا جزئية مهمة جدًا بتفيدنا في التقطيع وإحنا بننضّف الفيديو في البداية من الأخطاء من السكتات ومن الحاجات دي. تعالوا نشوف هنا الجزئية اللي بعدها، هنا delete معمولة اللي هي الshort cut بتاعها اللي هو backspace، برضه ممكن تغيّرها وتعملها زي ما أنت عايز، أي حاجة مثلًا أي زرار قريب لإيدك، بحيث إن ده بيعمل لك delete تدوس عليها بيمسح لك الفيديو أو الجزئية اللي أنت مش عايزها، اللي أنت عامل لها select بيمسحها لك، أو تدوس backspace أو الshort cut اللي أنت عامله لها بيمسح عادي. تعالوا نشوف العلامة اللي بعدها، هنا بيقول لك add marker اللي هي اختصارها حرف الM. لو تلاحظوا معايا لو إحنا دوسنا هنا مثلًا ولنفرض إن هنا في الثانية دي أنا كنت عايزة أعمل حاجة معينة وعايزة أرجع لها بعدين، رُحت دوست على الadd marker ديّة أو على حرف الM فيعمل لي هنا علامة بحيث إن أنا لو أنا جيت في آخر الشغل هابتدي أشوف ده أنا كان عندي علامة هنا أنا كنت عايزة أعمل حاجة معينة أرجع أعملها. هنا برضه مثلًا عايز حاجة هنا معينة برضه هتدوس حرف الM يعمل لك الadd marker ديّة. لو خدنا بالنا إن هنا علشان أنا مختارة الفيديو لمّا آجي أعمل add marker بيضيفها لنا على الفيديو نفسه على أساس إن أنا هاعمل التعديل في الفيديو ده بس، إنما ولنفرض إن أنا هاعمل مثلًا في الجزئية دي كلها عايزة أفتكر أو أحط علامة أرجع لها علشان أنا عايزة أعمل مثلًا حاجة في المنطقة دي كلها هنا، من غير ما أعمل select على أي حاجة لو دوست الadd marker هنا هيعملها لي هنا فوق، بحيث إن أنا أبقى عارفة برضه إن أنا عند الثانية دي هاعمل في المنطقة دي كلها حاجة معينة أنا عايزة أرجع لها بعد كده. لو جينا هنا عملنا zoom قربنا منها ودوسنا على الماركر دوّة عملنا كليك يمين، في هنا delete marker إن أنت تلغي الماركر لو أنت خلاص مش عايزه، في delete all markers in timeline لو أنت خلاص عملت كل الحاجات اللي أنت عايزها فعايز تشيل كل الماركرز اللي أنت حاططها ديّة خلاص بتدوس عليها، في هنا edit marker لو دوسنا على الedit marker ديّة هتلاقي موجود الاسم بتاعها، أنت ممكن مثلًا هنا تكتب مثلًا transitions مثلًا أو تكتب مثلًا الحاجة اللي أنت عايز تعملها، يعني أنت بتفكّر نَفْسك في المنطقة دي أنا كنت عايز أعمل حاجة معيّنة تضيف لها هنا اسم الماركر بحيث لمّا تقف عليها تبقى فاكر أنت هنا كنت عايز تعمل وهنا مدّيك إنك تختار اللون بتاع الماركر بتاعك بحيث إن أنت ممكن كإنها label عندك كده، مثلًا عملت مثلًا الأزرق دوّة أنا عامله علشان أنا هاعمل هنا قطعات بتاعتي مثلًا، هاعمل هنا تسميها cuts، هاعمل مثلًا الأحمر مثلًا اللي هو مثلًا هاحط هنا transitions معيّنة أو حاجة معيّنة عايزة أرجع لها، وهكذا تسمي كل لون بالحاجة اللي أنت عايزها، بحيث إن أنت تبقى عارف كل label عندك أو كل marker عندك أنت كنت عايز تعمل هنا، بيفكّرك بيه بعد كده. طبعًا إحنا هنا مش عايزين كل دول، فنعمل هنا delete all markers in timeline. زي ما أنتم شُفتوا هو مسح الmarkers اللي فوق بس، إنما ساب اللي موجودين على الفيديوهات. هنا delete all markers in clip بحيث إن هو يمسح لك كل الmarkers اللي موجودة في الclip ده. إحنا برضه لو ضايفين أكتر من marker هنا على الclip دوّة وعايزين نلغيه برضه هنعمل برضه delete all markers in clip. فهو هنا في markers إن إحنا نضيفها على الclip لوحده اللي هو الفيديو لوحده اللي موجود تحت هنا، أو اللي في الtimeline اللي هو لو إحنا حاطين markers في الtimeline من فوق. في جزئية برضه عايزة أضيفها اللي هي الفرق بين الماركر على الtimeline والماركر على الclip. الماركر على الtimeline ده بنحطه اللي هو مثلًا إحنا عايزين في الثانية الفلانية إن إحنا نعمل حاجة معينة، فبنحط ماركر عندها، يعني مثلًا ولنفرض إن عندنا جزئية غلطنا فيها أو عِدناها مرتين عايزين نشوف أنهُم أحسن، فبنحط من الثانية البداية بتاعتها لحد النهاية مثلًا علامة هنا وعلامة في الآخر، بحيث إن إحنا نسمع الاتنين ونشوف أنهُم أحسن، وبدل ما نرجع نسمعهم تاني عشان نلغي الجزئية الغلط، لأ إحنا شُفنا العلامتين اللي إحنا معلمين عندهم عند بداية الجزئية ديّة لحد نهايتها ونقوم ماسحينها. فهي الماركر للtimeline اللي هو بيحدد لك في الثانية دي أنت عايز تعمل إيه بالضبط، إنما الماركر للclip دوّة بيبقى خاص بالclip نفسه، يعني أنت لو لاحظت إن أنت لو مسحت مثلًا جزئية من الفيديو هتلاقي الماركر بتاع الtimeline موجود زي ما هو ما بيروحش، إنما الماركر للclip دوّة بيبقى خاص بالclip تقدر تنقل الclip بالماركر بتاعه عادي، يعني أنت لو نقلت الclip بتاعك من حتة لحتة هتلاقي الماركر في مكانه عادي ما اتغيرش، عايز تمسح الclip هتمسحه بالmarkers
الماركرز اللي عليه، انما الماركرز اللي في التايم لاين ما بتتأثرش لا بان انت تحرك الكليب من مكان لمكان ولا بان انت تمسح الكليب. الجزئية دي برضو كنت حابة اوضحها عشان نعرف الفرق ما بينهم. تمام كده. تعالوا نشوف النقطة اللي بعدها. هنا دوت الفريز زي ما احنا استخدمناها قبل كده في فيديوهات فاتت. الفريز دوت اللي هو ولنفرض انت شغال هنا في الفيديو بتاعك وعايز عند اللقطة ديت تبتدي تثبت المشهد على المنظر دوت، هتدوس على الكليب بتاعك، هتدوس على الايكون بتاعت الفريز، هيبتدي يعمل لك صورة ثابتة من الفيديو بتاعك بالمنظر ده وبعدين يرجع يكمل الفيديو. انت تبتدي بقى تقصر الصورة وتكبرها زي ما انت عايز بالمنظر ده. فهي فكرة الفريز ان هو بيعمل لك صورة ثابتة او مشهد ثابت من الفيديو بتاعك تبتدي تشتغل عليه اللي انت عايزه. اللي تابع معايا الحلقة بتاعت اي زوم ترانزيشن هيعرف ان احنا استخدمنا الفريز دي قبل كده واحنا بنثبت صورة العين علشان نعمل فيها الزوم ان. لو ما شفتش الحلقة هتظهر لك فوق دلوقتي على الشاشة. نرجع مع بعض. هنا ديت الايكون بتاعت الريفيرس دوت بيعكس لك حركة الفيديو، بمعنى ان احنا مثلا لو شفنا الفيديو بتاعنا كده، تعالوا نشيل التكست ده مش عايزينه. لو احنا مثلا شفنا الفيديو بتاعنا كده البطاريق بتنط في المية، تعالوا بقى ندوس عليه وندوس ريفيرس، هيعمل لك هنا ريفرسنج كليب ويسيبه يحمل. تعالوا بقى نشغله دلوقتي، هتلاقيه بيشتغل لك بالمشقلب، البطاريق بتطلع من البحر وبتقف على التلج تاني. فهو الريفيرس دوت اللي هو بيعكس لك الفيديو، ودوت برضو بنستخدمه في حاجات كتير برضو اكيد هتقابلنا بعد كده. ممكن نعمل الريفيرس ده تاني منين؟ لو دوسنا كليك يمين على الكليب بتاعنا من اديت، هنا هتلاقي فيه هنا ريفيرس وفي برضو الفريز برضو والميرور والروتيت، كل الحاجات اللي موجودة هنا على التايم لاين موجودة هنا في الاديت. فهنا لو دوسنا ريفيرس هتلاقيه يرجعها لك لأصلها تاني بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف اللي بعدها. هنا ديت ميرور ديت زي ما احنا قلنا برضو ممكن تيجي من الاديت. لو دوسنا عليها بقى ايه الفرق بينها وبين الريفيرس اللي هو بيعكس لك الحركة نفسها، اللي هو بدل ما هو بينط مثلا في المية لا ده بيطلع من المية، انما الميرور اللي هو بيعمل فليب للشاشة اللي هو بيعكس لك الشاشة بالمنظر ده. لو دوسنا عليها هتلاقيها بالمنظر ده، البطاريق بدل ما كانت على الشمال بقت على اليمين، فهي دي الميرور. الايقونة اللي بعدها اللي هي الروتيت بقى لو دوسنا عليها يبتدي يلف لك الفيديو بتاعك بالمنظر ده. هنا برضو في اللي هي العلامة بتاعت الروتيت، لو انت عايز تعملها بزاوية معينة موجودة كده، الروتيت ده اللي بيلف لك الكليب بتاعك. تعالوا نرجعها لأصلها. الاختيار اللي بعد كده اللي هو الريسايز، لو دوسنا عليها اللي هو يعتبر الكروب. في هنا جايب لك تحت روتيشن لو انت عايز تلف الفيديو بتاعك بحيث ان هو يقطع بالمنظر دوت حاجة زي كده. تعالوا نرجعها للصفر تاني. في هنا الكروب ريشيو، في هنا فري ديت اللي هي تقص براحتك بقى، انت عايزها مثلا الجزئية دي بس من الكليب هي اللي موجودة تعملها كده وتدوس كونفيرم. في هنا اللي هو ريشيو 1:1 اللي هو يعملها لك مربع، و3:4 4:3 16:9 اللي هي الشاشة العرضية بتاعة اليوتيوب، و9:16 لو انت هتعملها فيرتيكال حاجة للموبايل حاجة بالمنظر ده. لو دوسنا مثلا كونفيرم هتلاقيه قصها لك بالمنظر ده. فهي دي الكروب او الريسايز. كده احنا خلصنا كل الجزئية اللي على الشمال هنا. تعالوا بقى نبص مع بعض على الجزئية اللي هنا على اليمين. نبتدي مع بعض حاجة برضو. هنا ديت الفويس اوفر اللي هي لو دوسنا عليها، لو انت عايز تسجل الكلام بتاعك فوق الفيديو بتاعك، يعني انت مثلا مصور فيديو او بتشتغل على فيديو وعايز تعمل فويس اوفر عليه، بتدوس هنا على المايك وتبتدي تسجل من هنا. عايز تسجل بتدوس هنا هيبتدي التسجيل. هنا بيجيب لك المايك اللي انت عايز تشتغل عليه، عايز تسجل بيه الاكسترنال ولا عايز الانترنال بتاع الجهاز اللي انت شغال عليه. هنا الفوليوم بتاع الصوت. هنا الايكو ريدكشن اللي هو لو دوسنا عليها اللي هو بيقلل الصدى الصوت اللي موجود في الأوضة. هنا الميوت بروجكت عشان انت هنا لو البروجكت بتاعك مثلا فيه أصوات فلما تيجي تسجل ما يسجلكش الأصوات الموجودة في البروجكت بس، لا نعمل هنا مثلا ميوت بروجكت وتبتدي تسجل صوتك انت بس، وتبتدي هنا تدوس تسجيل. بيجيب لك هنا عداد ويبتدي يعد، ولما يخلص بيبتدي التسجيل معاه بالمنظر ده. لما تخلص تدوس هنا كده خلاص عمل لك ستوب للريكورد بتاعك. نوقف هنا هتلاقيه جاب لك الفويس اوفر بتاعك، هنا موجات صوتية هي لو شغلناها هتلاقيه جايب لك الصوت بتاعك. تمام كده. تعالوا النقطة اللي بعدها دوت اللي هو تراك ماجنت دوت. لو فعلناه بالمنظر ده اللي هو خليناه لونه ازرق، تعالوا نشوف كده مع بعض. لو انت سحبت الفيديو بتاعك هنا عشان تحطه الناحية ديت وعايز تسيب فراغ في النص، هتلاقيه اوتوماتيك
بيرجع مكانه تاني. ليه؟ علشان احنا مفعلين ده بتاعت الايه التراك ماجنت. لو احنا وقفناها كده هتعرف تشده براحتك وتحطه في المكان اللي انت عايزه، وتجيب اي حاجة تانية في النص انت عايز تحطها بالمنظر ده. فانت لو دوست هنا هتلاقيه عمل لك تراك ماجنت كده اوتوماتيك بيلزق كله في بعضه هنا الناحية دي. لما بتوقفها بتعرف تسيب فراغ في النص براحتك. طب دي بتفيدنا في ايه ودي بتفيدنا في ايه؟ امتى بنستخدم الحالة دي وامتى بنستخدم الحالة دي؟ مثلا لو انت شغال تقطيع وبتقطع في الاخطاء واحنا هنا مش مفعلينها، تعالوا نشوف كده. جينا هنا والحتة دي مش عجبانا، دوسنا قطعنا هنا دوسنا كيو مسح لنا دي. هتلاقي نفسك محتاج تسحب التراك معاك وتحطه الناحية دي. هتيجي مثلا تقطع هنا وتدوس هنا وتعمل كيو، برضو محتاج تشد دوت وتحطه مكانه تاني. طب تعالوا بقى ايه نفعلها كده مع بعض ونبتدي نقطع مثلا الأخطاء اللي احنا مش عايزينها. هندوس هنا نقطع ونمسح، هتلاقيه اوتوماتيك لزقهم في بعض. الجزئية ديت مش عايزينها نمسح، اوتوماتيك لزقهم في بعض. فدي بتفيدك جدا وانت بتقطع. بتفعلها بتطفيها امتى؟ لو انت عايز تشيل مثلا الفيديو ده وتبعده هنا شوية عشان عايز تحط حاجة في تانية في النص، فساعتها بتطفيها من هنا وتبتدي تشتغل براحتك. تمام كده. النقطة اللي بعد كده الأوتو سنابينج. أوتو سنابينج ديت لو انت شفته برضو معانا، يعني حتى لو احنا طفينا هنا الماجنت بتاعنا، تعالوا نعمل كده. أول ما بتقرب منه شايفين الخط الأزرق اللي بيظهر ده يعتبر اللي اسمه سنابينج، عشان يعرفك انت واقف فين بالظبط، اللي هو ايه يظبط لك الحاجة. يعني مثلا احنا لو ضفنا تكست هنا في المنطقة دي مثلا كده واحنا عايزين نجيبه في بداية الفيديو، هتلاقيه وانت بتقرب كده شوف الخط الازرق ده ظهر لك عشان ايه يعرفك انت واقف فين بالظبط. فهو ده السنابنج اللي معمول. طب تعالوا نطفيها كده، هتلاقي ايه مفيش اي حاجة بتحدد لك اي حاجة خالص، فالموضوع سايح على بعضه كده. تيجي تعمل كده تقف، لا مش جاي على نهاية الفيديو بالظبط. ممكن تيجي وانت بتحطه مش لازق في بعضه بالظبط، انت مكنتش عايز كده، لا بنشغل السنابنج ديت علشان يديك الخط الازرق ده يعرفك انت واقف فين بالظبط، سواء هنا سواء على المؤشر اللي هو بتاع التايم لاين نفسه ده بيديك خط ازرق كده علشان يعرفك انت فين بالظبط وايه، ويلزقه لك في المكان اللي انت عايز تحطه فيه بالظبط. فهو دي برضو ايه بنحتاجها كتير، بنخلينا مفعلينها. هنا الزرار اللي بعده اللي هو اللينكج دوت بقى استخدامه ايه؟ تعالوا كده نفعله مع بعض. خلينا هنا احنا ضايفين هنا تكست اهو، تعالوا برضو نضيف مثلا ستيكر اي حاجة مثلا بالمنظر ده. تعالوا نحط افكت، نفرض حاجة زي كده عادي بقى، وفلتر اي حاجة بقى. يعني تعالوا ايه كأننا ايه عندنا مشروع وضايفين فيه التكست والفلاتر والاستيكرات والحاجات بتاعتنا بالمنظر ده. تمام. جيت انا ايه حابب امسح الفيديو دوت واحط مكانه مثلا فيديو تاني، او مثلا انا كنت عامل مثلا اسطمبة معينة عايز اعملها في كذا حاجة في فيديوهات كتير، اللي هي مثلا حاطط استيكرات معينة افكتات معينة التكست بفونت معين، وعايز اشيل الفيديو ده واحط مكانه التاني واشتغل عليه. لو شفنا مع بعض كده هتلاقيه مشبوكين في بعض كلهم، اصلا كلهم مشبوكين في الفيديو. لو جيت هنا تمسح الفيديو عشان تحط حاجة تانية مسح لك كل الحاجة اللي موجودة معاه. لو ركزنا مع بعض هنا تعالوا بصوا نشد حاجة كده، شايفين الخط هنا الخط الموف الفاتح اللي موجود ده، شايفينه اللي هو ماشي مع الفيديو ده بيقولك ان الفلتر ده معمول له لينك بالفيديو نفسه. يعني انت هتمسح الفيديو هتمسح الفلتر معاه برضو، هتشوفها. شوف كل ما تقف على حاجة معينة هتلاقيها جايبالك خط شابك بالفيديو اللي تحته. ده بيقولك ان كل الحاجات دي مربوطة بالفيديو، انت هتمسح الفيديو كل الحاجات دي هتتمسح معاها اوتوماتيك. طيب تعالوا نطفي بقى اللينكج ديت. هل الخط ده موجود؟ مش موجود. معنى كده ان انت خلاص كل الحاجات المتضافة فوق ديت مش مربوطة بالفيديو بتاعك. حبيت تمسح الفيديو ده امسحه عادي جدا، كل الافكتات بتاعتك والحاجة بتاعتك موجودة. تعرف بقى تضيف اي فيديو تاني انت عايزه تحطه هنا، ياخد كل الافكتات وكل الحاجات الموجودة عادي من غير اي مشاكل. فهي دي الفكرة بتاعت اللينكج. امتى بقى بنحتاج نفعل اللينكج دي وامتى ما بنحتاجهاش؟ زي ما انا قلت لكم، لو انتوا مثلا فيديو عايزين تعملوه مثلا اسطمبة واحدة هتستخدموه بعد كده في كذا حاجة، زي مثلا انت مظبط مثلا ايه الريلز بتاعتك ليها افكت معين، في فلتر معين بتحطه، التكست ليه فونت معين وايه، وبتشتغل عليه في كل الريلز بتاعتك. مثلا عايز نفس الحاجة دي موجودة وكل مرة بتدخل مثلا تغير بس الفيديو بس وبتسيب الحاجات التانية، يبقى انت ساعتها مش محتاج تفعل اللينكج، لا بنطفيها. انما مثلا حاجة زي ان انت مثلا عايز تمسح الفيديو ده بكل تأثيراته علشان اصلا الجزئية دي كلها انت مش عايزها، تقوم تفعل اللينكج وتمسح براحتك. دي برضو بنحتاجها امتى؟ حاجة هنشرحها بعد كده. لو انت عامل اوتو كابشن اللي هو مثلا عندك الكلام بتاعك كله مكتوب على الفيديو وفي جزئية انت هتمسحها مثلا من الفيديو بتاعك، وطبعا الكلام بتاعها مكتوب فوق،
في العادي لو أنت عامل الأوتو كابشن دهيّة ومش مفعّل اللينكج هتلاقي نفسك وأنت بتمسح الفيديو بيمسح لك الفيديو بس وسايب لك الإيه الكابشن بتاعك اللي هو الكتابة بتاعتك الكلام اللي أنت بتقوله موجود لسه عادي فوق، فطبعًا كده غلط، لأ ساعتها هنقوم مفعّلين بقى إيه اللينكج دهيّة بحيث إن هو يمسح الفيديو بالكابشن بتاعه علشان إحنا خلاص شِلنا الجزئية دي كلها بالكلام بتاعها مش محتاجينه، فساعتها بنفعّل اللينكج. ده كده ببساطة اللينكج، وطبعًا موضوع الكابشن دوّة أكيد لسه هنشرحه في فيديو جاي إن شاء الله. اللي بعد كده اللي هي إيه الpreview access دي عبارة عن إيه، أنت هنا واقف هنا على الفيديو بتاعك عايز تشوف الجزئية دي فيها إيه، فبتقعد تنقل المؤشر ده هنا، تبتدي تمسك دهوّة المؤشر كده وتقعد تسحب عشان تشوف الفيديو بيتكلم عن إيه عشان تبتدي تعدل على الحتة اللي أنت عايزها، لو أنت عايز تعمل الحتة دي على طول من غير ما تقعد تسحب بقى وتشد من غير ما تغيّر مكان المؤشر بتاعك أصلًا، بتدوس على الpreview access ده هتلاقيه عامل لك خط أصفر كده، مجرد وأنت ماشي بالماوس من غير ما تدوس على أي حاجة بيعرض لك اللقطة اللي أنت واقف عليها في الشاشة بتاعة العرض عادي، بيعرض لك كل جزئية أنت معدّي عليها من غير أي حاجة. هي دي ما بنحتاجهاش كتير بس أنت برضه لو احتجتها أنت عارف بتتعمل إزاي. تعالوا نشوف هنا اللي بعدها اللي هي zoom to fit timeline ولنفرض إحنا مثلًا عندنا مشروع كبير معمول له zoom كده وشغالين وإحنا عايزين نعمل zoom للtimeline كله بحيث إن إيه كله يظهر قدامك، لو دوست عليها كده بالمنظر ده عمل لك zoom كل الحاجة اللي موجودة على الtimeline بحيث إن أنت تشوفها كلها قدامك. وهنا برضه اللي هي ديّة إيه لو عايز بقى تصغّر وتكبّر برضه بتعمل zoom in وzoom out في الtimeline ديّة اللي أنا قُلت لكم أنا عاملة الاختصار بتاعها بالكيبورد اللي هو الalt وscroll باعمل zoom in وzoom out في الtimeline براحتي، دي بتتعمل من هنا عادي، وطبعًا تبع الshort cut اللي أنت كده إحنا خلّصنا كل الشريط اللي فوق ده، نيجي بقى نبُص هنا في الجنب، العلامة اللي هنا دي علامة الفيديو، هنا بيعرّفك إن الlayer دي layer فيديو، لو أنت مثلًا حطيت text بالمنظر ده، هنا عمل لك دي الlayer بتاعة الtext، مثلًا هنا ولنفرض ضفنا sticker حاجة زي كده مثلًا، هتلاقيه دوّة الlayer بتاع الsticker وهكذا بقى الeffects برضه كل حاجة بيعمل لك الأيقونة اللي في الجنب دي بيعرّفك دي الlayer بتاعة إيه بالضبط، تمام؟ القفل دوّة اللي هو الlock لو دوسنا عليه كده هيقفل لك الlayer دي كلها هيخلّيك ولا عارف تسحب ولا عارف تعمل edit ولا عارف تعمل فيها أي حاجة، دي لو حاجة ثابتة أنت مش عايز تغيّرها بالغلط تقفل الlock هنا عندك، لو دوست عليها تاني هنعمل unlock ونبتدي نشتغل عليها عادي. هنا ولنفرض عندنا layer مش عايزين نظهره دلوقتي عايزين نخفيه مثلًا عشان نشوف مثلًا قبل وبعد، مثلًا هنا الeffect بتاع الzoom lens ده ولنفرض وعايزين نشوف من غيره كان شكلها إيه، هندوس على hide track بالمنظر ده كده خفلنا الlayer اللي هنا دي كلها. هندوس عليها تاني عشان show track هتلاقيها إيه ظهرها لي تاني، هنا طبعًا أنت لو حاطط أي حاجة فوق مش عايز الlayer دي تبان هتعمل hide track هتختفي show track هتظهر لك تاني، هنا العلامة ديّة طبعًا اللي هي mute track لو هنا مثلًا في صوت في الفيديو بتاعك وأنت مش عايزه يظهر معاك وأنت بتتفرج، مثلًا حاطط كذا فيديو فيهم أصوات وأنت عايز واحد بس اللي يظهر، تطفي باقي التراكات تعمل mute track هيفصل لك الصوت بتاعه، وهنا unmute هيرجّع لك الصوت بتاعه تاني. لو بصينا هنا على ال3 نقط اللي في الجنب دول اللي هي الtrack setting هتلاقي هنا track height هو معمول هنا على الdefault لو عملت الshort هتلاقيه صغّر لك هنا المقاس بتاع الtrack خالص، لو عملت tall هتلاقيه هنا كبّر لك الtrack بتاعك لو أنت عايز تكبّره علشان تشوف التفاصيل بتاعته أكتر، نرجّعها هنا للdefault تاني. هنا برضه الaudio wave size تعالوا مثلًا نضيف هنا أي فيديو فيه صوت. حاجة بالمنظر ده كده، لو شُفنا هنا الaudio wave size معمول 30% اللي هو لو بصيت هنا هتلاقيه صغير خالص تحت كده، أنت عايز تكبّره علشان تبتدي تشتغل عليه مثلًا، كبّره مثلًا اعمله 100% راح مكبّره لك اللي هو لدرجة إن هو خَفى الفيديو نفسه، طيب تعالوا نشوف في إيه تاني، تعالوا نعمله 60% هنا طوّله لك تحت هنا، بحيث إن أنت تعرف مثلًا تشوفه وتشتغل عليه، طبعًا هنا ممكن نعمل track tall علشان نعرف نشوف التفاصيل أكتر، تعالوا نرجع كلّه default كده، خلّي ده 30% تاني، ولنفرض بقى إن إحنا عندنا ملف صوت هنا تحت لوحده بالمنظر ده، هنا برضه بيجيب لك الmute لو أنت عايز تخلّي الصوت يطفي وأنت شغال، هنا برضه بيجيب لك الtrack height تعمله طول لو أنت مثلًا عايز تشوف الموجات الصوتية كويس عشان تبتدي تقطّع على أساسها، يعني هنا مثلًا في سكتات، هنا جزئية ما فيهاش موجات صوتية، عايزين مثلًا نقطع الجزئية ديّة، لو هي مثلًا معمولة بالdefault الموجات الصوتية مثلًا حسيت إن هي مش باينة قدّامك أوي أو عايز توضّحها أكتر، عندك بقى إيه تختار طول براحتك بحيث إيه يكبّرها لك وتظهر قدّامك أكتر، إن أنت تعرف تشتغل عليها أكتر. كده إحنا شرحنا كل الحاجات اللي موجودة هنا، كده ناقص حاجة واحدة بس، هنا الcover ديّة لو أنت عايز تعمل cover للفيديو
بتاعك بحيث وانت بترفع على اليوتيوب يبقى معاك الكفر برضو ان انت ترفعه على اليوتيوب معاك. فايه بيقولك هنا مثلا ايه ان انت select from video، ان انت مثلا عايز الفريم دوت هتخليه هو الكفر بتاعك تختاره من هنا، او لوكال لو انت عامل ديزاين للكفر بتاعك وعايز تجيبه من كمبيوتر عندك انت مسجله تاخده هيبقى هو الكفر بتاعك. في هنا نيو برضو بيجيب لك ايه شوية حاجات برضو ممكن تعدل فيها، جايب لك هنا ديزاينز ابلود اللي هو بيساعدك لو انت عايز تبتدي تعمل انت تصميم الكفر بتاعك من هنا، جايب لك برضو شوية حاجات ممكن تشتغل عليها. في هنا تمبلتس جايب لك هنا لو انت مثلا عايز مثلا حاجة زي كده بالمنظر ده وتبتدي تعدل عليها، تغير الصورة تحط الصورة اللي انت عايزها، تغير التكست بالطريقة اللي انت عايزها، في شيبس في ستيكرز في كولج براحتك بقى تبتدي ايه. حتى هنا جايب لك في الجنب هنا في فلاتر في الافكتس لو انت عايز تعمل تصميم الكفر بتاع الفيديو اللي هو الصبنيل باستخدام الكاب كات عادي بتعملها من هنا. ممكن برضو اللي عايز يشتغل عليها يشتغل عليها، هو مسهل لكم حاجات كتير. هنا هدوس كانسل، هنا هدوس اكزيت. كده احنا عرفنا كل حاجة في التايم لاين تقريبا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، هو فيه معلومات كتير ان شاء الله تفيدكم. لو في اي حاجة مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم، ونكمل ان شاء الله مع بعض بقية الكورس الفيديوهات الجاية. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.